السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض كيكه حلوه قوي، كيكه النايتي. طبعا كلنا بنحبها وكنا بنجيبها زمان بجد، وبنبقى هنتجنن عليها. طبعا لانها بتبقى محشيه من جوه مربى كده وعليها صوص شوكولاته من فوق. هنعملها النهارده بطريقه حلوه قوي وطريقه سهله كده. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. اول حاجه هنقول بسم الله، ومعانا 2 من البيض زي ما انت شايفة كده، وهننزل عليهم بمعدل 100 جرام من السكر اهو. بس انا هنا طحنة السكر علشان يسهل معايا عملية الذوبان. وهنزل عليهم كمان بنص معلقة من الفانيليا السايبة، وهضربهم كلهم زي ما انت شايفة كده لحد ما البيض والسكر يدوبوا مع بعض ويدونا اللون الفاتح والملمس الكريمي ده. الخطوة دي بتبقى مهمة جدا يا جماعة في عمايل اي كيكة اهو. زي ما انت شايفة كده بنضربهم كويس جدا اهو. معانا بقى هنا 120 جرام من الزيت. طبعا بننزل كده واحدة واحدة عليها بالزيت لحد ما بندوب الزيت كله كده مع الخليط اهو. بناخده ضربتين تلاتة كده، وبعد كده بنكون كمان مجهزين 250 جرام من الحليب اهو. بننزل عليها كده برضو واحدة واحدة. طبعا هنا بقى بنوقف كده المضرب الكهربي وبنبدأ بقى نشتغل بالمضرب اليدوي. معانا هنا 200 جرام من الدقيق، ومعانا كمان بمعدل 10 جرام من البيكنج باودر، وذرة الملح طبعا دي اساسي. هنقلبهم كويس جدا كده زي ما انت شايفة بالمضرب اليدوي كده لحد ما ندوب الدقيق خالص اهو. طبعا هنا انا حسيت كده ان الخليط بتاعي خفيف، محتاج كده معلقة ونص من الدقيق. فانا حطيت له كده بمعدل معلقة ونص من الدقيق. طبعا الحكاية يعني مش ما فيهاش اي صعوبة خالص يا جماعة. كيكة النايت دي من اسهل الكيكات اللي انت ممكن تعمليها، وحاجة كده جميلة وولادك بيحبوها وكلنا كمان كبار وصغيرين بنحبها ومتعودين عليها كده من ايام زمان لما كنا بنشتريها. بجد كنا بنعشقها. جربي كده الطريقة بتاعتي هتعجبك جدا، سهلة وبسيطة كده ومش هتكلفك حاجة خالص. طبعا هنا خلاص كده كنا دوبنا كل التكتلات بتاعة الدقيق. هننزل بقى باخر حاجة خالص بتبقى معلقة الخل زي ما انت شايفة كده. طبعا الخل معانا بيدي هشاشة كده للكيكة وكمان بيفتح لونها. خلاص كده احنا خلصنا كده خليط الكيكة. هنيجي بقى نحضر الصينية بتاعتنا. الصينية دي 30 في 40 اهو. طبعا بدهنها كده شوية من الزيت وبحط كده ورقة الزبدة عليها، وبدهن برضو ورقة الزبدة كده بشوية من الزيت اهو. نصلي على النبي كده يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده فيديوهاتي اللي أنا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكون كمان بتستفادوا منها. مستنية بقى تعليقاتكم على كيكة النايتي بتاعت النهاردة دي، هتعجبكم جدا. يلا كده تشجعي وقومي جربيها لولادك، هتعجبك جدا جدا وطريقتها ناجحة قوي. واعتمدي الطريقة دي بجد هتبقى معاكي ناجحة من اول مرة. خلاص كده احنا كنا حطيناها في الصاج وطلعنا منها كده الهواء ودخلناها الفرن بتاعنا. عايزه اقولك انها ما بتغيبش في الفرن خالص، يعني 10 دقايق. خليكي كده كل شويه بصي عليها، لان هي طبعا مش زي الكيكه العاديه هتاخد وقت. هي ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن. خلاص احنا طلعناها كده وسبناها لحد ما بردت خالص زي ما انت شايفه كده، وغطينا بس وشها عشان يفضل طري. وهنشيل بس الاطراف كده معانا علشان الاطراف دي بتبقى ناشفه شويه، فاحنا مش عايزينها تبقى في حاجه ناشفه معانا. هنقسمها كده من النص زي ما انت شايفاها، وهناخد جزء كده وننزل عليه بمعلقتين 3 كده من المربى. دي مربى مشمش يا جماعه عشان احنا بنحب مربى المشمش، ف حطيت كده معلقتين من مربى المشمش عليها. طبعا بقى انتي المربى اللي انتي بتحبيها بتحطيها، مفيش مشكله خالص اهو. زي ما انت شايفه كده بنبدا نوزعها على نص الكيكايه كده اللي احنا عملناها اهو. الطريقه مفيش اسهل من كده يا جماعه، حاجه كده سهله جدا. هنحط بقى النص التاني عليها زي ما انت شايفه كده اهو.
وطبعا بنكون مسيحين كده قطعة من الشوكولاتة الخام كده. انا سيحت قطعة صغيرة كده على بخار ماء على البوتاجاز كده، وبنبدأ بقى نوزعها كده زجزاج زي ما انت شايفة كده اهو. انا طبعا هنا كانت الحكاية باظت معايا، بس مفيش مشكلة خالص، عادي جدا، كله هيتاكل وكله تمام وزي الفل. هنقسمها بقى من النص كده، وهناخد بقى كده هنقطعها قطع كده زي اللي بتتباع في الماركات على طول اهو. بصي، بصي بقى انت ممكن تصغري بقى القطعة او تخليها زي ما انا عاملاها كده. انا حبيت اعمل القطعة تبقى كبيرة كده، فدي بقى بترجع لك انت. هنا انا كنت بشاور لكم كده، بقول لكم يعني ما شاء الله عملت كمية حلوة اهو. كنت بس بزود كده شوية صوص شوكولاتة عليها. طبعا الشوكولاته انا ما حطيتش عليها حاجه خالص يا جماعه، فعشان كده كانت تقيله معايا زي ما انت شايفه كده، كانت تقيله. فانا هحاول دلوقتي اخفها كده واعمل لها اي شكل علشان يبقى شكلها لطيف يعني اهو. انا بس كان الطبق هنا صغير، فحبيت كده انقلها في طبق اكبر. عايزه اقولك طريقتها حلوه. بصي انا الولاد يعني خلصوها في ثانيه، اللي هو اصلا يعني حاجة كده ما استنتش من جمالها وطعمها. وطبعا المربى مع صوص الشوكولاتة، بصي حاجة تانية خالص بجد. كيكة نايتي نايتي يعني، حاجة جميلة قوي بجد، وكلنا بنعشقها وبنحبها. بصي بقى انا كده كنت عملت لها شرشرة بالشوكة كده عشان الشوكولاتة كانت تقيلة. انا ما خفتهاش صراحة، انا سيحتها على طول وحطيتها على طول كده. طبعا انتي بقى التزيين ده بيبقى حاجة ليكي انتي اهو. بصي انا عايزة بس اوريها لك من جوه قد ايه هي كانت ناعمة جدا وهشة كده وطرية قوي، وحاجة دايبة كده، عارفة، حاجة بتدوب في البق. حلوة جدا جدا. جربي الطريقة ومستنية كده.